بمجرد أن تدخل الفصل استشعر أن الله يراقبك، وأن الله يحب منك أن تكون أفضل معلم لطلابه. من اليوم تأخذ من نفسك هذا الأمر من أعظم المعين على التعليم وعلى الصبر على أذاه وبلاه، أن الله ينظر إليك. ما قعد أحد ولا قام ولا وقف ولا كتب في العلم وهو يستشعر أن الله يسمعه ويراه إلا سهلت له الصعاب وأصاب الصواب وكان على نهج السنة والكتاب. أبدا يستشعر أن الله يراك. حينما تستشعر أن الله يراك وأبناء المسلمين بين يديك، هل يرضى لك إذا جاء طالب يريد أن يستفيد أن تكفحه في وجهه، أن تنفره من العلم، أن تصيح عليه أنت ما تفهم، أنت كذا أنت كذا، أن تسبه، أن تشتمه، أن تهزأ به، يا بليد يا كذا يا أبله؟ هل يرضى الله منك منكرات الأخلاق والأدواء؟ لا والله. أنت في منصب تقلده الأنبياء وتقلده العلماء والفضلاء، فكن خير وارث لخير موروث، كن بأحسن المنازل، وهذا لن تكون إلا بفضل الله ثم باستشعار أن الله يراقبك.